السلام عليكم، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا طالعه اللايف ده النهارده وعايزه اسميه لايف صدق او لا تصدق، لان انا شخصيا ما كنتش مصدقه. يعني كنت حاسه ان انا في مسلسل عربي هابط، في فيلم من افلام السبكي. كنت حاسه لا، يعني ده مش حقيقي، اكيد انا بحلم. فبس اللي هحكيهولك ده هو ده اللي حصل تيبيكال كده بالملي. كنت في عيادتي من كام يوم، لقيت بنوته داخله عليا ومعاها 2 ستات كده كلهم لابسين اسود وشكلهم يحزن، يعني زي ما يكون عندهم ميت. البنوته شكلها طفله صغنونه، فماشي. قعدنا. خير يا جميل، عندك كام سنه؟ عندي 14 سنه. فواحده من الستتين اللي كانوا لابسين اسود راحت جايه نغزاها وقالت لي: لا يا دكتوره، دي عندها 17 سنه، هي بس متلخبطه عشان والدها لسه متوفي من شهرين. طب حبيبتي ربنا يرحمه بتاع. ايه الشكوى جميل؟ انت متجوزه الاول ولا بنت؟ قالت لي انا متجوزه. طيب متجوزه من قد ايه؟ من شهر 7 اللي فات، يعني تقريبا احنا داخلين في 3 شهور. تمام. خير يا سكر، ايه الشكوى؟ فواحده من الستات اللي واقفه معاها بتنغزها للمره الثانيه: قولي لها يا حبيبتي، هو انت مكسوفه من الدكتوره؟ هي جايه تتابع حمل يا دكتور. ماشي يا حبيبتي. طب اخر دوره جات لك امتى؟ معرفش عشان ما كانتش بتجيلي من قبل الفرح. طيب اتفضلي اطلعي على السرير نبص كده على مقاسات العيل ونشوف ايه الدنيا. طب يا حبيبتي انت ما بصيتيش على محدش دكتور تاني بص عليكي قبلي قال لك مثلا بتكملي الشهر يوم كام؟ لا والله يا دكتوره، اصل احنا ما كشفناش، موت باباها ده جه فجاه واحنا ما كشفناش. ماشي. طبعا انا يعني انا مش عبيطه، انا ده مش منظر واحده متجوزه قريب، يعني مش هقول مش متجوزه خالص، مش متجوزه قريب. طيب طلعت على السرير ابص بالسونار، البيبي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك 2 كيلو ونص، عيل في نص الشهر الثامن. فسالتها: حبيبتي هو انتم متاكدين من ميعاد الفرح؟ جايز وفاه والدك ملخبطاكي. قالت لي: لا انا متاكده، متجوزه في شهر 7. طيب يا عسل، يمكن 7 السنه اللي فاتت. قالت لي: لا 7 اللي فات ده. طب حبيبتي ده عيل عنده في 8 شهور، يعني اسبوعين وهنقفله الشهر الثامن. وما اتكلمتش كتير، يعني انا قعدت بقى اقول لنفسي إيه بس يا وسام، انت مش ربنا، وي دونت جادج بيبل، نحن دكاتره لا نحكم على البني ادمين، ما تتكلميش معاها كده، انت بتعالجي مريض بس. فقعدت اقول كده لنفسي. فخلاص ماشي، اتفضلي حضرتك تاخدي الفيتامينات دي، وان شاء الله متابعتك كل اسبوعين سوا معايا ومع اي حد تاني. وحضرتك بكريه ان شاء الله، ننتظر ولاده طبيعيه باذن الله والدنيا تمشي تمام. بس شكرا. طلعوا بره، لقيت مامتها داخله. اصلا انا عايزه اتكلم مع الدكتوره لوحدنا، قلت بس جت اللحظه الحاسمه. خير يا مدام؟ قالت لي: بصراحه البنت متجوزه جوازه مش على هوانا، العريس ده جربوع ومش عاجبنا واحنا مش عايزين منه عيال. قلت لها: طب وحضرتك جايه تتكلمي دلوقتي بعد ما بقينا في الشهر الثامن؟ خلاص ده طفل. قالت لي: طب واحنا يا دكتوره لو نزلناه ايه الحل؟ قلت لها: ماما تنزلي ايه، ده عيل 8 شهور، يعني ده في كل الاحوال هينزل عايش. فهل لما ينزل عايش حضرتك هتخنقيه تموتيه بقى لان هو نزل عايش؟ تاني حاجه، انت ممكن تعرضي بنتك لنزيف جامد جدا يموتها فيه، فتبقي خسرتي البت وخسرتي البيبي، وحرام، وده قضاء ربنا. والعريس جربوع، بس هنعمله ايه بقى في منه عيال. وخلاص وقفلنا الموضوع. طبعا انا فاهمه الفوله دي لا متجوزه ولا نيله. المهم طلعت بره، الاقي بقى الست واقعه على باب العياده والناس عمالين يسندوها، وواحد من الناس اللي بيسندها بقى الست بقى واقعه على الارض مفرفره فعلا يعني. اللي بيقومها: الحقونا يا جماعه ده ما فيهاش نبض، الست ماتت. طبعا انا ما وقفتش ولا بصيت في ايه، وماليش دعوه. ليه ماليش دعوه بقى؟ عشان ستي الله يرحمها كانت ست محترمه، كانت تقول لي دايما: يا وسام يا بنتي اوعي تبقي الخلف الخرا لاهلك. فانا ما كنتش فاهمه يعني ايه يا ستي الخلف الخرا ده. تقول لي: ما هو دايما يا بنتي الخلف الخرا كده بيجيب لاهله النعله. فالمثل ده جه في دماغي ساعتها، فما تعاطفتش مع الست ببصله بصراحه، لان دي تربيه ايدك، ودي نتاج حصاد اللي انت عملتيه السنين اللي فاتت. بس فروحت، طبعا كنت متضايقه ومنهاره وزعلانه، وجوزي قال لي: انت زعلانه ليه؟ قلت له: حصل كذا كذا مصطفى وانا منهاره جدا. اولا البنت صعبانه عليا، ثانيا امها صعبانه عليا واهلها صعبانين عليا وبتاع، وانا مش عارفه يعني اعمل لهم ايه. وخلص الحوار، نمت وصحيت، وطبعا ما صدقت ان نفسيتي بدات تتحسن. قمت نزلت على النبطشيه. تبدا النبطشيه الجميله اللذيذه بحاله جايه تولد طبيعي. ماشي، اهلا وسهلا. والده قبل كده كام مره يا مدام؟ مره واحده. تمام.
دخلنا، البنت خلاص فولي يعني الراس على ايدي خلاص، يلا حبيبتي على كشك الولاده على طول. طبعا ما لحقتش بقى اجيب لها لا تذكره بقى ولا ورق والجو ده، خلاص العيل هينزل. فقلت بعد ما نولدها وتقوم بالسلامه نبقى نجيب الورق. خش يا جميله على كشك الولاده، ولدناها والدنيا تمام وامورها زي الفل. الكلام ده من الساعه 10 الصبح. فين يا عسول الورق بتاعك، قسيمه الجواز والبطايق؟ اصلك انا جيت اولد وجوزي كان في الشغل فهو ما يعرفش، فانا اتصلت على امي هتروح له وهو يجيب الورق ويجي. ماشي يا سكر. فضلنا بقى على الوضع ده لحد الساعه 5 المغرب، الورق ما جاش. فانا علشان اسيف نفسي رحت جايه نازله عامله محضر شرطه، واطلع حضرتك بقى نظر الحاله شرطه. انا بالنسبه لي دي كده حاله فاقده الاهليه ومفيش اب للعيل ده. نزلوا عبال ما الشرطه جت والدنيا اتلمت وبتاع، ابص الاقي عيل كده متني جاي واخد بشرتين في وشه طالع لي فوق، انا زوج المريضه اللي لسه والده دي. ماشي حضرتك فين الورق؟ الاقي ورقه عرفي مكتوبه كده بقلم معفن بخط الايد، والبطايق. اتفرج بقى على البطايق، البيه ده مواليد 2004 تقريبا او 2005، والهانم دي مواليد 1990، يعني هي بسم الله ما شاء الله قد الست والدته، اكبر منهم 15 سنه. والورقه العرفي مش مترخه تمام. جه امين الشرطه قال له يا ابني حبيبي انت ليه كاتب عرفي؟ انتوا الاثنين معديين السن القانوني، فليه كاتب عرفي؟ قال له اصل حضرتك كان في مشاكل وبتاع. قال له لا الف سلامه عليك من المشاكل، خد يا ابني تعالى. المهم عبال ما وقف قرروا شويه، طبعا امناء الشرطه الناس دول لهم طريقتهم كده في التعامل مع الاشكال دي. يطلع ايه بقى؟ يطلع ان الهانم دي اصلا كانت جت قبل كده المستشفى من سنه او سنه ونص، والده عيل الليجل من جواز غير شرعي، والعيل ده توفى، والبت بقى اتحبست واتبهدلت واتمرمطت، فقامت اتعلمت من غلطتها، فقامت لما جت للمره الثانيه تولد برضه ولاده لعيل غير شرعي. قاموا اجروا واحد، طلعوا بقى ان هم عاطيين فلوس للواد ده عشان يكتب الورقه العرفي دي ويجي يقول ان هو جوزها وبتاع، وخد الفلوس واتظبط على اساس البت ما تتسجنش وما تتمرمطش. طبعا احنا قانونا ما نقدرش نعمل معاهم حاجه لان هم معاهم ورقه جواز حتى لو عرفي، ما نقدرش نعمل معاهم حاجه للاسف. بس يعني الكلمتين اللي امين الشرطه قالهم للولد، قال له حبيبي كده الطفل ده هيتكتب باسمك وهيورث فيك وهيبقى فيه اختلاط في الانساب، فده لو مش ابنك يا حبيبي عرفنا. قال له لا يا ابني. قال له خلاص حبيبي انت حر، الواد ده ابنك. طبعا بعد يعني بصوا انا مش قادره اتخيل ان في كده يعني، او جايز كان في كده بس انا اللي كنت مغفله ومش عارفه ان ده بيحصل، ان في كده. المهم تعدي النبطشيه اللطيفه على كده؟ لا طبعا انا نبطشياتي معروفه. يا دوبك بنقفلوا النبطشيه بالليل الاقي لك داخل عليا ظابط وحبه عساكر وواحده معاهم متكلبشه وشكلها حامل. صعبت عليا، انتوا ليه مكلبشين ست حامل؟ المهم خير يا حضره الامين، قال لك والله احنا جايين نكشف على الست الحامل دي عشان هي بتقول ان فيها طلق وفي الغالب في ولاده، فحضرتك اكشف لنا عليها عشان لو هتولد هنحتاجه بقى ايه نجيبه موافقه كده بتاع، علشان ايه هيقعد معاها ظابط حراسه بتاع عسكري حراسه علشان هي مسجونه. قلت له خلاص ماشي. دخلت فحصت الحاله وبصيت على البيبي وبتاع والدنيا تمام امورها حلوه حضرتك، هي مش بتولد، هنديها بس علاجات لان هي معاها جايبه تحليل معاها فيها صديد في البول كتير، فدي محتاجه تاخد علاج بس. تمام. فانا الفضول بقى اكل في عظم رجلي من تحت، عايزه اعرف هي مسجونه ليه؟ الست شكلها كيوت وحامل وغلبانه، مسجونه ليه؟ قام امين الشرطه قال لي دي ممسوكه مع عيل نايمه معاه في شقتها من ورا جوزها، يعني دي متجوزه وجايبه واحد بتعمل معاه كده في شقتها فاتقفشت متلبسه واللي مبلغ عنها جوزها. قال له طب وجوزها عرف منين العيل ده معاها؟ قال لك اصل العيل ده كان بيتردد عليهم كتير في البيت وهم ما يعرفوش، فقاموا الجيران حسوا ان في حاجه غلط، فساعه ما الواد ده طلع لها الشقه وجوزها في الشغل قاموا بلغوا جوزها، قام جوزها بلغ الشرطه، قام جم ايه مسكوها متلبس، فقامت خدت 2 حبس، قضت منهم 6 شهور. طبعا جوزها لا راضي يجي يستلمها ولا عايز يعترف ان العيل ده ابنه اصلا ومش عارف ده ابن مين. فاحنا بقينا عايشين في مجتمع على راي الاستاذ عادل امام الله يرحمه ان كان عايش ولا ميت، لما قالك ان ما تعرفش مرات مين في حضن مين. فاحنا ده اللي بقينا عايشين فيه اكشوال. يعني انا مش عارفه احنا وصلنا لده امتى. وصلنا له بقى من اول بقى ما بدانا نقول الست مش ملزمه بقى والتربيه الايجابيه، وبنتك تروح رحلات مع اصحابها وتبات بره البيت، ما هي تربيه ايجابيه بقى، ما اعرفش اسالها انت رايحه فين وجايه منين، عيب انت بتربي تربيه ايجابيه. دي لا مؤاخذه تربيه وسخه، دي مش تربيه ايجابيه. لما نيجي نقعد نلاقي بناتنا في الاخر بنتك جايه لك حامل، ما انتش عارفه هي حامل من مين. هو احنا عايشين في شيكاغو؟ هو احنا بقينا عايشين في امريكا؟
يعني احنا لسه في مصر. هو ايه اللي بيحصل ده؟ لا والله انا حاسه ان انا في فيلم عربي. ايه بجد اللي بيحصل ده؟ وهقول ايه، كله من افلام السبكي ومحمد رمضان اللي بيوروا الناس الوساخه، بدأوا يعلموا الناس الوساخه. ما احنا لو بنطلع في فيديوهات كده بدل ما نقول الست مش ملزمه، نقول والله الست المحترمه بتقعد في بيتها تربي عيالها، تبقى عارفه بناتها فين بيروحوا وبيجوا منين، تبقى عارفه اخلاق بناتها. انها مش الغم اللي احنا وصلنا له ده. كل واحد بقى عنده بنت بقى كأنه يا حبيبي ماسك حته من النار، مش عارف بنته دي هتجيب له الفضيحه امتى. يعني انا ما بقتش فاهمه ايه الخرا اللي احنا عايشين فيه ده. وفجاه بقت الرجاله بتتأجر عشان يتكتب باساميهم ورق عرفي والعيال تتكتب باساميهم. ده غير بقى الحالات اللي بتجيلنا بقى من الشارع دي، تولد وتسيب عيالها وتمشي. دول ياما جدا، انتوا مش متخيلين الوضع. الناس اللي ما بتروحش المستشفيات مش عارفه الوضع ماشي ازاي. احنا في عيال عندنا في الحضانه معديين السنه والسنه ونص غير معلومين الاهليه، احنا مش عارفين مين اهاليهم، ابهاتهم مين احنا مش عارفين. في منهم عيال جايين من زنا المحارم واحنا عارفين ده. العيال دي مرميه في الحضانات وهي عندها سنه وسنه ونص لحد ما الحكومه ترتب لهم ملاجئ يترموا فيها او دور ايتام. احنا بقينا عايشين في اسوأ عصر في التاريخ. يعني احنا بقينا عايشين في زمن إيه الله اعلم. كل واحد يروح يعمل لنفسه ولعياله دي ان ايه. والله يا جماعه يعني هي هتمشي كده بقى. كل واحد يروح يعمل دي ان ايه لنفسه ولعياله عشان يطمن ان دول عياله والدنيا تمشي سليمه. يعني انا مش انا منبهره او مصدومه. انا مش عارفه ايه اللي بيحصل. يعني انا من الصبح مش عارفه اتكلم مع حد. يعني انا جوزي بيجي في التليفون بيقول لي عامله ايه وبتاع، انا مش عارفه والله انا عامله ايه. يعني انا كويسه ولا لا انا مش عارفه. بس انا شفت حاجات يعني على راي حسب الله يشيب لها الولدان. فانا يعني انا مش عارفه في ايه. طب السؤال برضو، الناس دي ما بتتحاسبش ليه؟ يعني ايه واحده اتقفشت مع واحد متلبسين غير جوزها تاخد 2 سنين حبس؟ 2 سنين حبس ده يا بلاش دي هتخلص سجنها تطلع تكمل مع الراجل عادي. يعني انا مش فاهمه ليه الناس دي ما بتترجمش ولا تتجلد زي ما الشريعه الاسلاميه قالت. احنا لو عملنا كده مره واحده في حد واحد في ميدان عام اترجم ولا اتجلد ولا الحرامي اتقطع ايده، ما حدش هيعملها تاني. والله العظيم ما حد هيعملها ولا هيكررها تاني. فيعني انا مش عارفه. انا بحكي لكم بس عشان انا مش عارفه اتكلم مع مين. والله انا مش عارفه احكي لمين يا جماعه. احنا في مأساة. احنا بقينا في كارثه. فكل واحد يخلي باله من عياله، كل واحد يخلي باله من بناته، كل واحد لازم يبقى عارف بناته رايحين فين وجايين منين. ارجوكوا كفايه تربيه ايجابيه. ابوس رجل اللي جاب ابوكوا، كفايه تربيه ايجابيه كفايه. يا ريت نفعل مود الشبشب تاني. اضربوهم بالشبشب، ايه المشكله؟ كنا بنضرب بالشبشب وطلعنا الناس محترمين. الله يرضى عليكم. يلا سلام.